السلام عليكم حبايب طماطم، عاملين ايه؟ معانا النهاردة فيديو جميل جدا، الكفتة الخطيرة، كفتة الحاتي. هنعملها مع بعض بطريقة جميلة جدا. النتيجة تحفة، هتعجبكم كلكم ان شاء الله، وهتجربوها وتعملوها على طول كمان. وكمان هنعملها مع بعض بكمية كبيرة، يعني تكفي عزومة عندنا. كيلو واحد بس هتعمل لنا عزومة كبيرة ان شاء الله. الطعم تحفة. يلا بينا نشوف مع بعض الطريقة، ويلا على طول اشتركوا في القناة واعملوا لايك لو لسه ما اشتركتوش. لايك سريع يلا قبل ما نبتدي الفيديو مع بعض. يلا قبل ما نبتدي كمان عايزين نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله. اول حاجة معانا بصلتين متوسطين، وكمان واحدة طماطم. انا هبشرهم الاتنين، بشرت الاتنين بصل والطماطمايه، بس انا مش محتاجاهم كده، انا محتاجة اعصرهم واصفيهم كويس جدا. وعلشان اطلع كل المية اللي فيهم انا ضفت الملح هنا على البصل والطماطم. الملح بيخليني ان انا اخرج كل المية اللي موجودة في البصل والطماطم كويس جدا. دلوقتي معايا كوباية من البرغل متنقي ومغسول كويس جدا ومتصفي، ودلوقتي هنقعه في المية البصل والطماطم. هنقعه مدة ساعة، ساعة لدرجة ان انا الاقيه كده بقى طري معايا وخلاص، مش محتاج مدة زيادة في النقع. وده السر الخطير يا جماعة، بيديني طعم تحفة في النهاية. معايا كيلو من اللحمة المفرومة، وطبعا 15% او 20% كمان من الدهون. نقول كده للجزار عايزينها 20% دهون. وهضيف كمان البرغل واضيف عليها التفل البصل والطماطم. معايا فلفل اسود، والملح زي ما قلنا احنا ضفناه قبل كده. ومعايا واحدة فلفل حراق سبايسي كده تضيف لي طعم جميل. والسر كمان تاني خطوة معانا، وتاني حاجة مهمة جدا جدا زي ما قلنا قبل كده كتير، هو البيكنج باودر. بيديني ليها طعم حكاية، بيخليها كده هشة ومنفوشة، مش مكتومة من جوه ومش مستوية من جوه، لا بتكون مستوية وهشة وجميلة جدا. اي نوع كفتة حطوا عليها بيكنج باودر. انا عندي هنا كيلو من اللحمة ضفت عليها باكو بيكنج باودر، معلقة كبيرة يعني، وقلبتهم كويس جدا. هكتفي بكده؟ لا طبعا مش هكتفي بكده خالص. هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه بعد ما قلبناها كويس وعجناها كويس مع بعض. يعني مش بس تقليب، انا هحطهم في الكبة واحدة واحدة كده. ودي تالت خطوة معايا مهمة جدا، وهي سر من الأسرار كمان اللي هتدينا نتيجة روعة للكفتة، وهي ان انا افرمها كويس جدا في الكبة. يعني هخلي المزيج كله مختلط كله مع بعضه. شايفين؟ شايفين لون اللحمة معايا عاملة ازاي، ولون الكفتة معايا عاملة ازاي، جميلة جدا. وكمان الريحة، وهو ده المطلوب اثباته. معايا اعواد خشبية، طبعا نقعتها في مية قبلها بساعة علشان ما تتحرقش مني في الفرن. وهبتدي اصبعها على الاعواد الخشبيه. الاعواد الخشبيه هتخليها معايا متماسكه، وهنعملها كبيره شويه، الحجم يكون كبير زي بتاعه بره بالظبط. شايفين؟ ما شاء الله هايله جدا. ريحه التتبيله وحدها كفايه. يعني احنا معانا 3 خطوات مهمين. اول حاجه البيكنج باودر، تاني حاجه ان احنا نبشر البصل والطماطم كويس جدا عشان يخرجوا لي منهم الميه. وهنضيف طبعا ليهم معلقة كبيرة من الملح، هو الملح بتاع الكفتة، يعني مش هنضيف تاني ملح. وبعد كده ان انا بضيفهم في قلب الكبة وبخلطهم كويس جدا علشان يكون معايا مزيج جميل جدا كده وناعم معايا، وتبقى الكفتة ناعمة مش خشنة. وكمان مش هتفرقي معاهم البرغل من اللحمة، كله هيكون واحد، وكله اخد من بعضه طعم، طبعا الطعم والتتبيلة. شايفين؟ هايلة جدا. عايزة كمان تسيبيها مدة ساعة في التلاجة، مفيش اي مشكلة. البرغل احنا سيبناه ساعة في مية البصل والطماطم لغاية ما لقيناه بقى طري خالص وجميل معايا. يا ريت دي خطوة برضو مهمة. وبنصبعها كده كأن الحادي بالظبط.
مهم جدا نسيب البرغل ياخد وقته في المية ويشرب من المية ويكون طري معانا مدة ساعة على الأقل لو انتي مش مستعجلة. ممكن كمان تسيبيها كده تاخد وقتها في التلاجة قبل التصبيع، هتديكي نتيجة فظيعة خرافية. لو انتي بتجهزي مثلا العزومة او مناسبة عندك، بتجهزي الخلطة دي وتعمليها في الكبة وتحطيها في التلاجة مدة ساعة على التقديم على طول وعلى السوا على طول، ما بتاخدش وقت في الفرن. وبعد ما خلصنا الكمية الكبيرة دي ما شاء الله هتشوفوا دلوقتي الكمية قد ايه. هندخلها على فرن يكون هادي، يعني مش يكون عالي قوي. اول ما نبتدي ان احنا نشغل الفرن هندخلها على طول قبل الفرن ما يسخن. درجة الحرارة كام؟ هي 180 درجة على الرف الوسطاني. تمام كده. اول ما بشغل الفرن بحط على طول الصاج او الصينية. شايفين الكمية معايا ما شاء الله جميلة جدا. نسبة البرغل اللي انا حطيتها قد ايه؟ كوباية من البرغل او 150 جرام، بما يعادل كوباية. دخلتها كده الفرن وبقلبها على الوش التاني، اللي فوق طبعا اتحمر، وبقلبها على الوش التاني وبشغل الشعلة اللي فوق او الشواية مدة 5 دقايق لغاية ما تاخد اللون المطلوب. شايفين ما شاء الله هايلة جدا، لازم تجربوها بنفسكم طبعا. خطوة مهمة كمان معايا، فحماية صغيرة لو حابين تبقى زي بره بالظبط واخدة طعم الشوي بالظبط، فحماية وعليها معلقة من الزيت. بالظبط كده، هو ده اللي احنا محتاجينه. اول ما تطلع الدخان بروح مغطية عليها على طول، ولو اي نسمة دخانة طالعة من الورقة او من الغطا بغطيها كويس جدا. انا عايزاها تاخد راحتها خالص وتاخد من ريحة الفحم عشان تكون مش ناقصها حاجة وتكون زي بره بالظبط. بعد 10 دقايق او ربع ساعة تقريبا بشيل بقى الغطا، بيكون الدخان خلاص خلص خالص، وبقدمها على طول. يا جماعة النتيجة روعة، شايفين طرية ازاي؟ حبيت بس اوريكم انها طرية زي بتاعت بره بالظبط، هشة ومنفوشة وطرية ومستوية من جوه وحاجة كده يعني تحفة. احلى واسرع غدوة وحاجة كمان جميلة لمناسباتنا وعزوماتنا، والطريقة كمان مفيش اسهل من كده. يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم ويكون الفيديو عجبكم. مستنيه رأيكم في التعليقات، رأيكم يهمني طبعا. وزي ما تحبوا تاكلوها مع عيش او رز او مكرونة كمان، وممكن كمان سندوتشات خفيفة كده، واحلى واسرع غدوة. وبالهنا والشفا. شكرا لكم جدا والسلام عليكم.